قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية هو قطاع واعد. في استراتيجيته الجديدة الاعتماد على إجراءات مستحدثة في التكوين لتقديم شهادات، جديدها تكوين برتبة نقيب في الصيد البحري للصيد في أعالي البحار وملازم في الميكانيك من الدرجة الثانية. فتحت الأبواب لكل المستويات، حيمضى قرار مشترك في أقرب الوقت من المستوى الابتدائي حتى المستوى بكالوريا. كما ترون هنا هذا القسم الذي سجلوا في ملازم ميكانيكي من الدرجة الأولى وهم كلهم متحصلين على شهادة البكالوريا. حنا ديجا مقبل ولاد بحر والدومين هذا ما كاش اللي يروح ليه بزاف، دونك والبحر بعد ما ريشرشيت عليه قد بلي فيه حاجه مليحه سورتو سبيسياليتي ميكانيك. دونك انا ديجا عندي باك ميكانيك. مجال تاع الصيد البحري مجال فيه العديد من لي زوبورتونيتي، ممكن تلقى فيه فرص عمل. مؤسسات القطاع التكوينية متعددة وهي 8، أهمها المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائية بالعاصمة. الصيد في الساحل ضمناه، والآن بالتكوين نتوجه للصيد في أعالي البحار من أجل فصائل جديدة، وأيضا قصد ضمان الأمن الغذائي لبلادنا. في هذا المجال يتم الاعتماد أيضا على مكتسبات الخبرة المهنية لمهنيي الصيد البحري غير الحاصلين على شهادات، مع تقوية القدرات التقنية والبيداغوجية.